ازيكم يا احلى اخوات وصحاب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايبه لكم النهارده برضو قصه حقيقيه، وهتلاقوا الدليل في اخر الفيديو. ودي كانت احلى التعليقات اللي جات لي على الفيديو اللي فات، وعاوزاكم تشيروا القصه لاكبر عدد من اصحابكم عشان التفاعل يزيد على القناه. نبتدي قصتنا النهارده مع جاك. جاك بيحكي وبيقول: انا النهارده فرحان جدا لاني النهارده استلمت وظيفه تعتبر وظيفه احلامي، مع انها كان فيها حاجتين مش كويسين. بس انا ما بصيتش على الحاجتين دول، ما بصيتش على العيوب دي خالص. العيبين دول كان ان الوظيفة دي بعيدة جدا عن مكان بيتي، والعيب التاني ان انا كنت بخلص الوظيفة دي بالليل متأخر. وللأسف كانت زوجتي بتقلق عليا جدا، وهي اصلا كانت من نوع القلوق، وبسبب ان هي حامل في الشهر السابع اقترحت عليا وقالت لي: احنا لازم نزود من الامان معاك علشان ما كنش قلقانة عليك وانت راجع من شغلك بالليل. حتى قررت ان احنا نركب كاميرا في العربية علشان تكون مطمنة عليا. في اليوم ده، وكنا تقريبا من اسبوعين، اتأخرت في الشغل كالعادة. لقيتها بتتصل بيا بتقولي: انت اتأخرت قوي النهاردة، كفاية كده. قلت لها: حاضر، انا نازل حالا. وفعلا نزلت من الشغل، وزي ما متعود كل يوم ركبت العربية بتاعتي. وأول حاجة عملتها إني فتحت الكاميرا وفتحت أنوار العربية كلها، وقفلت اللوك بتاع العربية عليا من جوه علشان أكون مطمن وأنا ماشي لوحدي بالليل على الطريق، لأن الطريق للبيت كان لازم أعدي من وسط الغابة، وكان الطريق ده بيكون ضلمة جدا، حتى ما بيكونش فيه أنوار كهرباء كتير. بس أنا كالعادة ما كنتش بهتم، وكنت بفضل ماشي في طريقي لحد ما أروح بيتي بسلام. بس النهاردة كان في حاجة غريبة عن كل يوم. لقيت العربية اللي قدامي مع إنها كانت ماشية سريع جدا فجأة داست على الفرامل وحودت بسرعة بعيد، كأن في حاجة كانت قدامها. ببص لقيت حاجة رعبتني، قلت أكيد أنا بيتهيألي. إيه ده؟ وبسرعة دست على الفرامل ووقفت وأنا قلبي بيدق جامد. معقول اللي أنا شفته ده حقيقي ولا أنا بيتهيألي؟ لا، أنا لازم أركز. أنا دايخ، أنا مش مصدق اللي أنا شفته بعيني. أنا شفت واحد واقف من غير دراعات ومن غير أي حاجة في وشه ظاهرة، ما كانش فيه أي ملامح في وشه. قلت أنا هركز كويس، وبصيت في المراية بتاعة العربية ولقيته فعلا لسه واقف مكانه. قلت معقول هو من غير دراعات ولا هو في حاجة غلط؟ يا ترى أنزل أطمن عليه ولا أكمل وأروح بيتي؟ دي ممكن تكون محاولة للسرقة، ولا ممكن يكون مقلب سخيف من حد. أخيرا قررت إن أنا أنزل، وأخدت مفتاح العربية وقفلتها، وقررت إن أنا أروح له، ممكن يكون حد محتاج مساعدة. رحت له وأنا بقدم خطوة وبأخر خطوة لأني خايف من اللي أنا شفته. وأنا ماشي قلت له: يا أستاذ، أنت محتاج مساعدة؟ ما ردش عليا. قلت له تاني: أنت كويس؟ أنت سليم؟ محتاج مساعدة أوصلك لمكان تاني؟ أنا بصراحة ما بعملش كده كل يوم، بس أنا خايف عليك، في عربية تيجي تخبطك وانت واقف في نص الطريق. لقيته بيتهز حركة خفيفة قوي، بصراحة خفت. قلت له: طيب لو انت كويس رد عليا. لقيته فجأة بيقول بيقولها بشدة، بس مش بيقولها وكأن حد فاتح بقه، ده بيقولها وكأن حد قافل بقه وبيقول مش عارف ينطقها. انا اتخضيت من اللي انا سمعته. قلت له: طيب اطلب الشرطة، اطلب الاسعاف؟ لقيته بيصرخ جامد وبيقول جامد بنفس الطريقة، وبيتهز حركة رهيبة وحركة جامدة جدا. وفجأة التفت لي وشفت الصدمة اللي قدامي. لقيت واحد من غير اي ملامح في وشه. انا من كتر الرعب بقيت مش عارف اخد نفسي، مش عارف اتصرف.
مش عارف امشي، مش عارف اجري، مش عارف انطق. واحد ملامحه كلها ممسوحة من على وشه، مفيش غير نقطتين بس مفتوحين يا دوب بيتنفس منهم من وشه. لا بقه موجود ولا عينيه ولا مناخيره ولا اي حاجة، كله ممسوح. وكل اللي قدامي جثة بتتحرك، جثة عايشة بتتحرك من غير ايدين ومن غير ملامح في وشه. معقول ممكن حد يعذب حد للدرجة دي؟ انا استجمعت قوتي وقلت له انت مين اللي عمل فيك كده؟ انا لازم اتصل بالاسعاف دلوقتي. فجأة لقيته جري ودخل على الغابة. قلت له انت استنى، انت لازم تروح المستشفى. بصراحة الفضول اخدني ودخلت ورا الغابة. لقيته بيجري، قلت له استنى هتخبط في اي شجرة. فجأة لقيته وقف قدام شجرة وفضل يخبط في دماغه ويقول بنفس الطريقة. وانا مرعوب مش عارف اتصرف، انا مذهول من اللي انا بشوفه. انا اول مرة في حياتي اشوف انسان كده. ببص لقيت وشه بقى مشوه اكتر ودماغه اتفتحت اكتر والدم نازل من وشه وبيتهز برضه بنفس الحركات الغريبة. وجري دخل في الغابة اكتر واختفى ما بين الشجر. انا خفت ادخل وراه اكتر من كده وقلت لا انا لازم اروح، بس ما قدرتش اتمالك نفسي ورحت عند العربية ولقيت زوجتي بتتصل بيا كتير. اول ما دخلت قالت لي انت اتأخرت كده ليه؟ وريتها الفيديو بتاع الكاميرا بتاع العربية. قالت لي ده اكيد مقلب سخيف من حد، هزار تقيل من اي حد، ما تحطش في دماغك، مستحيل حد يكون كده ومستحيل حد تشوفه بالطريقة دي. انا مش مقتنع بكلامها، هي معاشتش اللي انا شفته، لدرجة ان انا قعدت كام يوم مش عارف انام وبيجيلي كوابيس وبحلم بيه. قررت اني اقوم وادور على النت اشوف عن اي مفقودين، بس هعرف هو منين وهعرف تفاصيل وشه ازاي، وهو كان وشه ممسوح تماما. قعدت ادور واقول معقول حد يأذي حد بالشكل ده؟ بس للأسف ملقتش اي تفسير. وده الدليل على ان القصة حقيقية، هتشوفوه دلوقتي. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا النهاردة يا أصحابي. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وشيروا القصة لأكبر عدد من أصحابهم. وما تنسوش تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعني إني أعمل لكم أحلى القصص وأحلى الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.